سلام البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس واموركم بخير. مرحبا بكم عندي في لمسات ام ريتاج. لاول مره تزور قناتي ما تنسيش حبيبتي تضغطي على زر الاشتراك وتفعيل الجرس هكذا باش يوصلكم الجديد. بدينا البنات ان شاء الله في وصفه العيد ولا حلويات العيد. ان شاء الله هذه اول وصفه راح نشاركها معكم اللي بديتها. هذا الوصفه بزاف هايله البنات وتجي هشيشه وتذوب ذوبا في الفم. وصفه صابلي ذوق الشوكولا بالكوفريت. هذه الوصفه البنات بزاف مليحه، ننصحكم انكم تجربوها. انا درتها كاول حلويات للعيد ان شاء الله. شوفوا كي قسمتها معكم هنا، هذاك القوام هذاك الشكل البريستيج جا بزاف بنين هذا الكاطو. ونروحوا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو الوصفه تاعنا بسم الله على بركه الله. البنات الوصفه هذه لازم الباطور هكذا باش يجينا الصابلي تاعنا خفيف. جبت ريسيبيون حطيت فيه 250 غرام زبده بدرجه حراره الغرفه. عندي كاس سكر جلاسي، بيضه اكيد لازم تكون بدرجه حراره الغرفه، ورشه تاع الملح اللي ما نستغناوش عليها في الصابلي تاعنا، سورتو في ذوق الشوكولا. صابلي ذوق الشوكولا، هذيك الرشه تاع الملح عفوا راح تعزز لي هذاك الذوق تاع الشوكولا. ونخلط مليح. خلطت مليح هذيك الزبده مع سكر جلاس والمكونات اللي ضفتهم مليح حتى نتحصل على القوام هذا الكريمي. نجيو دركا نجيبوا الملعقه ولا المغرف الكبيره تاع الماكله اللي ناكلوا بها عادي. ضفت زوز مغارف كبار تاع نشا، ونزيد زوز مغارف كبار تاع الكاكاو. الكاكاو يا البنات هنا نصيحه لكم، ما ديروش الكاكاو الاسود، ديروا هذا الكاكاو اللي يجي مارون ولا بني فاتح. هذا راح يمد واحد اللون هايل للكاطو تاعي دوك تشوفوه في الاخر. زدت جبت كاس الا ربع تاع شوكولا سريع الذوبان اللي نديروها للولاد في الحليب تويسكو. درت هذا لامارك ونخلط، درت كاس غير ربع يا البنات، ونعاود نخلط بالباطور. هنا ندير سرعه يعني سرعه قليله برك، يعني باش ما تبداش هذيك الكاكاو يبدا يطاير في السما، يعني ندير سرعه قليله ومن بعد راني نزيد في السرعه حتى نتحصل على هذا القوام يا البنات. قوام ما شاء الله، واحد لوغو واحد الريحه تطلع منه ما شاء الله. هذا الصابلي البنات لازم تجربوه، انا درته كاول كاطو للعيد ان شاء الله. بديت به صراحه، واول مره كنت جربت هذا الكاطو معاكم يعني. وزدت ضفت من عندي هذيك التويسكو ولا غبرة الحليب اللي نديروها للولاد، يعني ضفتها من عندي، ضافت لي واحد لوغو بزاف بنين في الصابلي تاعي. نهبط هذاك الحواشي تاعي هكذا بهذا الطريقه. وهنا نروحوا للمرحله الاخيره باش نبداو نلمو بالفارينه. الفارينه البنات تضيفوا غير بالتدريج، نقول لكم ونعاود لكم ضيفوا غير بالتدريج لانه لاباط تاعي فيها الكاكاو، والكاكاو في ساع يشرب. جبت لاليفير ولا خميره الكاطو، ديروا ربع مغرف صغيره تاع خميره، ما تكثروش الخميره يا البنات باش ينجح لكم الصابلي. هنا اللي ما تحبش دير الخميره ما ديرهاش، انا فقط درتها باش يجيني الكاطو تاعي يذوب في الفم ويجيني طري، يعني حبذا يعني كنت ديروها من الافضل. ونبدا نلم بالفارينه كيما شفتوا. الفارينه تاعي اكيد كنت غربلتها، غربلوها خير يا البنات. ونبدا نلم في لاباط تاعي غير بشويه كيما شفتوا. راني نضيف في الفارينه غير بالمغرف تاع الماكله برك يا البنات هكذا باش ما تكلحناش هذيك لاباط وتيبسلنا، لانه اذا يبست ما عندها حتى حل. هكذا بهذا الطريقه راني نلم فيها كيما شفتوا. ما تعجنوش يا البنات. النصيحه الثانيه لكم، الصابلي ولا اي كاطو ديروه راهو ما يتعجنش، لازم نلمو غير بالاصابع فقط. هنا بعد ما لميت لاباط تاعي، شوفوا القوام اللي تحصلت عليه. هنا راني قدمت لكم للكاميرا باش تشوفوا القوام اللي تحصلت عليه. الفارينه ما نقدرش نعطيكم المكيال لانه كل وحده ولا مارك اللي تستعملها، وكل وحده ونوعيه الفارينه تاعها. يعني هنا يدك هي اللي تعطيك يعني القوام تاع لاباط صابلي، وكامل على بالي كامل تعرفوا القوام تاع الصابلي. لهنا كنت حذف لي المقطع، نجيب عادي كميه تاع عجينه نحطها في كيس بلاستيكي ونعاود نرد عليه النص هذاك الثاني، ونحل بالحله العادي. لهنا الصابلي تاعنا يكون شويه رقيق لاني درت له لاليفير، والطبقه اللي راح نغلفوا بها راح تعاود تزيد لي في الحجم تاع الكاطو تاعي. شوفوا الحبه كيفاه جاتني ما شاء الله. الشكل البنات يرجع لكم نتوما، كل وحده تقدروا ديروه كاري، تقدروا ديروه مثلث دائري كيما حبيتوا. انا فقط نحب هذا الشكل تاع الصابلي. ونحطو في لو بلا، درت له بابي كويسون.
كملت طبعته كامل بهذا الطريقه، درت له بابي كويسون ونحطو البنات ما تغفلوش في ثيابو. كيما نعرفوا لا بات صابلي اللي فيها الكاكاو راهي في ساعه تنشف، مام با 7 دقائق 8 دقائق يكون واجد. ونروحو دركا نوجدو كريمه الزبده اللي راح نفرسي بها الصابلي تاعي. عندي 250 غرام تاع زبده، عندي زوز مغارف كبار تاع زيت وزوز مغارف كبار تاع الماء، ونضيف زوز كيسان ونص تاع سكر غلاسي. نعاود لكم 250 غرام تاع زبده، زوز مغارف كبار تاع اكل زيت، زوز مغارف كبار تاع اكل ماء، وزوز كيسان ونص تاع سكر غلاسي. كيما شفتوا الفيديو راهو واضح. انا هذه الكميه تاع كريمه الزبده يعني كملت لي هذيك لاباط تاعي قد بقى منها غير شويه برك. ونضيف كاس الا ربع تاع الشوكولا تويسكو اللي كنت درتها في لاباط، نعاود ندير كاس غير ربع لهنا في هذا كريمه الزبده. شوفوا البنات راح تعطيني واحد القوام وواحد لوغو. هنا راني نخلط فيها وهذيك الريحه ما شاء الله. جربوه البنات على ضمانتي، على بالي راح يعجبكم. نخلط مليح حتى نتحصل على هذا القوام. في الاخير راح نزيد نضيف زوز مغارف كبار تاع لا بودر شونتي اللي راح تعطيني واحد القوام لكريمه الزبده تاعي يجي بزاف هايل. ونعاود نخلط حوالي دقيقتين ولا 3 وتكون كريمه الزبده تاعي واجده. كريمه الزبده هذه تقدروا تستعملوها، شوفوا جميع الحلويات تاعكم باش تلصقوا بها الصابلي بزاف بنينه البنات. الصابلي تاعي هنا كانوا جد صاي، كنت طيبته كما قلت لكم يا البنات، ونعاود لكم ما تغفلوش عليه. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. شوفوا كي نحط حبه فوق حبه راح يجي كامل كيف كيف وكامل قد بعضه، فقط ما تكثروش فيه لا ليفير وما تغفلوش عليه في ثيابه. هنا اكيد راح ينجح لكم. هنا نبداو الخدمه تاعنا. هنا نبدا باش نفرسي الصابلي تاعي. نجيب لو بلا حطيت فيه هذا الصابلي كيما شفتوا، ونجيب هذيك الزبده هذه اللي كنت كريمه الزبده اللي كنت خدمتها معاكم، وجبت هذه الفرويار اللي كامل تعرفوها وكامل جربتوها فيها. هذه القرعه تاعها يا البنات. شوفوا الكو تاعها بزاف هايل. انا درت الكو تاع الفراز كيما نعرفوا لو كو تاع الشوكولا يتمشى بزاف مع لو كو تاع الفراز. حطيت هذيك كريمه الزبده بهذا الشكل وخليت كميه قليله في النص باش ندير هذاك الفرويار هذيك. هنا اللي ما عندهاش الفرويار تقدروا ديروا معجون، تقدروا ديروا كراميل، تقدروا ديروا شوكولا تارتيني كيما حبيتوا. انا فقط حبيت ندخل هذا لوغو تاع الفراز في الكاطو تاعي وجاني واحد المذاق فيه ما شاء الله. نزيد نحط كميه تاع الفرويار هذه بهذا الشكل غير في النص برك. يعني طريقه جد سهله والنتيجه اكيد راح تعجبكم، راني على يقين باللي راح تعجبكم. جربوها يا البنات ما كومش راح تندموا. يقطع كميه لا باس بها. انا هذا الكميه اللي درتها معكم تاع 250 غرام زبده خرجت لي 30 حبه تاع صابلي. شوفوا الشكل تاعي راهو كبير، نتوما اذا درتوا الشكل صغير اكيد راح تخرج لكم من 35 حتى 40 حبه. نجيب الحبه نحطها فوق اختها ونضغط ضغطه خفيفه فقط، ونجيب الموس باش نحي هذاك الزايد تاع كريمه الزبده بهذا الشكل كيما شفتوا. بهذه الطريقه طريقه جد سهله ومبسطه. ونجيو لهنا لمرحله التزيين. هذه المرحله بزاف نحبها اللي هي مرحله التزيين. نحب هكا نزين، نحب نفيني، نحب ليسونسيال. جبت هذا الكوفريت تاع دوبل ميكس. ما عندكش دوبل ميكس دي اي كوفريت عندك، ولكن حبذا لو تكون هذه لا مارك خير. كما نعرفوا انا هذه الحلوه درتها مازال يعني 7 ايام للعيد. يعني هذا كما نعرفوا الكوفريت كي يضربوا الهواء بزاف ما يعودش مقرمش. مي هذا عفوا هذا لا مارك تاع دوبل ميكس راح يقعد لك مقرمش حتى نهار العيد. كنت ربيت هذيك لابواط كامل كفاتني قد يا البنات 250 غرام تاع زبده اللي درتها في لاباط صابلي. ربيتها كامل في الخشين. نعاود لكم ربيوها في الخشين. زدت ضفت عليها زوز مغارف كبار تاع كاكاو بني فاتح، ونخلط هكذا ندخل هذاك الكاكاو مليح في الكوفريت تاعي. راح نتحصل على هذا الشكل كما راكم تشوفوا فيه بزاف هايل ويشهي ويجينا بريستيج في نفس الوقت. حبيت نبعدكم شويه على الشوكولا على الكلاصاج تاع السكر، حبيت نغير لكم ودرت لكم هذا التزيين تاع الكوفريت. البنات جا بريستيج وجا بزاف هايل. يعني كيما نعرفوا صابلي لازم ديما نديروا شوكولا نواد كوكو ولا لوز ايفيلي، ولا قلت خلي ندير لهم كوفريت هكذا باش نوعوا شويه في لي غاتو تاعنا ونبعدوا شويه على الشوكولا. بما انه صابلي تاعي درتو ذوق الشوكولا ما حبيتش ندير كلاصه الشوكولا هكذا باش ما يجينيش حلو بزاف وتجي الحبه تاعو تقهم. درت هذا الكوفريت كما قلت لكم ديروا رابيو الكوفريت في الخشين، زيدوا له كميه تاع كاكاو
الضو، ونجيب الحبه تاع الصابلي تاعي ندير لها المعجون. درت المعجون تاع المشماش عادي، اذا كان ثقيل بزاف عاودوا خفوه بشويه تاع مزهر، انا خففته بشويه تاع مزهر لاني راح نلصق به هذاك الكوفريت هذا مكان. وكما شفتوا طريقه الفيديو راهو يعبر لكم، نلصق فيه كامل هذاك الكوفريت بهذا الشكل. وشوفوا الحبه كيفاه جاتني البنات، راهي تشهي وبريزونطابل، تحمر لك وجهك كذا. تحبي ديري تديه للناس دارك، تحبي تمديه كادو في العيد، تحبي كيما حبيتي، راح يحمر لك بزاف بزاف وجهك. شوفوا انا نكمل كامل هذيك الكميه ونروحوا للمرحله الاخيره اللي هي مرحله التزيين. راح نضيف يعني واحد الموتيف تاع الريشه للكاطو تاعي. نلتقي فيما بعد ان شاء الله. كملت غلفته كامل بهذاك الكوفريت. شوفوا البنات هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه. شوفوا تقدروا من تخليوه هكذا يعني سامبل، تحطوه في كيسات مع قهوه حليب صباح العيد. واش نقول لكم، واحد البنه بزاف هايله. جبت انا هذو فقط الشوكولا، درتهم عادي في ليمول هذوك تاع البلاستيك. انا حبيت ندير على شكل ريشه، على شكل تاع الصابلي تاعي بما انه اوفال. ذوبت شويه الشوكولا حطيتها عادي في المول هذاك تاع بلاستيك، جمتهم ودركا راني نلصق فيهم. حطيت شويه تاع شوكولا ذايبه ونحط هذيك الريشه عفوا. شوفوا هذاك المنظر اللي تحصلت عليه بزاف هاي البنات ويشهي صراحه. راني ندير لكم في المونتاج وتشهيته مع فنجان تاع قهوه سخون. واش نقول لكم، بصحتكم وشهيتكم في الجنه حبوباتي. لهنا تقدروا ديروا ميم لي سوريز حبات تاع ولا نص حبه تاع لي سوريز، تحطوها في النص تاع الصابلي تاعكم يجيكم بزاف هايل. شوفوا انا البنات انا بقات لي كميه تاع كاطو يعني خصوني شويه ريشات. هذا هو المول، حبيت فقط نعته لكم باش كي تحبوا تشريو تعرفوا وانا مول. هذا المول تاع الريشه راهو يدير غير 10000. نحط فيه شوكولا ذايبه نقلاصيهم ومن بعد نحطو مباشره فوق الصابلي تاعي. هذا هو الشكل النهائي تاع صابلي ذوق الشوكولا بالكوفريت تاعنا تاع نهار اليوم. كما قلت لكم البنات كانت اول رسالة ليا تاع حلويات العيد. ان شاء الله الوصفه اللي نديرها راني نشاركها معكم ان شاء الله، فقط يعجبوكم وصفاتي. هذا هو الشكل النهائي بعد ما حطيته في الكيسات وقلجته بهذه الطريقه. كما شفتوا الشكل تاعو راهو يشهي يا البنات. شوفوا خص غير براس قهوه وقاعده معاكم نتوما يا احلى غالياتي. شوفوا نحيو الخاطر ونحيو الدمار كامل منين كان. هذا هو الشكل النهائي تاعو. تحصلت عليه البنات الكميه اللي دار لي هذا الكاطو 30 حبه. نتوما اذا درتوا الحبه صغيره ودرتوها شويه رقيقه على تاعي راح تحصلوا من 35 ل 40 حبه. ان شاء الله تكون هذه الوصفه عجبتكم ونروحوا نقسموا حبه باش نشوفوها من الاخر. راح نقسم معكم حبه باش تشوفوا القوام كيفاه جاني من الداخل. نقسم معكم غير بالموس برك. شوفوا راهو هشيش يا البنات، جيست ما حطيت الموس فات وحده راهو يذوب في الفم. هذا لاباط تاع صابلي يعني جيست تحطوها في فمكم تذوب وحدها. شوفوا كيفاه تحصلت عليه من الداخل، يعني الصوره راهي تعبر لكم. ما كان له نشكره وما كان له نقول لكم حتى حاجه، فقط راح نقول لكم جربوه البنات على ضمانتي واكيد راح يعجبكم. واللي جربته كامل تبعث لي فوتو باش نشوف تطبيقاتكم. هنا وصلت الى نهايه لا فيديو. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم. بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي بزاف في رواحكم. سلام.